السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت كنت قلت لحضراتكم إن أنا هتكلم على موضوع أو على جملة مقولة. هي دي القماشة اللي موجودة بالنسبة لمنتخب مصر. طبعا احنا خرجنا ومخدناش التالت وقفلنا الصفحة دي، وعندنا الصفحة الأهم في كأس العالم. مش عايز حد يقول كده علشان أكتر وقت عندنا لعيبة ليها أسماء في أوروبا حتى ولو قليلين دلوقتي بالأرقام مش كلام. محمد صلاح من إمتى وإحنا في لعيبة عندنا بيدخل من أحسن 5 لعيبة في العالم؟ من إمتى وإحنا عندنا لعيب هداف الدوري الإنجليزي؟ من إمتى وإحنا عندنا لعيب هو الهداف التاريخي او بينافس على الهداف التاريخي لنادي ليفربول، نادي من اكبر انديه انجلترا؟ مفيش. وعمر مرموش طبعا لعيب كبير، لعيب صاعد، لعيب هايل، كان من افضل الناس اللي موجوده في هذه البطوله. ومصطفى محمد، يعني احنا كنا ممكن في البطوله دي ما نلعبش بالشكل ده يا كابتن حسام، وعندنا الاسلحه كده. يعني مثلا احنا كنا ممكن نلعب في البطوله دي بتشكيل الشناوي، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، حسام عبد المجيد، محمد هاني، احمد فتوح. كنا هنلعب بالليبرو علشان نامن نفسنا دفاعيا بس، مش علشان احنا هنلعب باسلوب او باستراتيجيه دفاعيه، لا، عشان نامن نفسنا دفاعيا. ومروان عطيه وامام عاشور. مروان هيشتغل 6 وإمام هيشتغل جنبه وهيشتغل 8 وهيشتغل 10 وهيشوط يروح ورا الناس، عنده النزعة الهجومية، هنستفيد بيه في الحتة دي. ومحمد صلاح ومرموش وسترايكر صريح مصطفى محمد. كده انت بتلعب بشكل متوازن هجوميا ودفاعيا. وعندك بره بقى مين احتياطي؟ عندك زيزو، عندك تريزيجيه، عندك صلاح محسن، عندك مهند لاشين، عندك محمد شحاته، عندك ابراهيم عادل، عندك مصطفى فتحي اللي ما شاركش طول البطوله، عندك اسامه فيصل، عندك محمد اسماعيل سردباك، عندك خالد صبحي سردباك تاني. يعني عندك ذخيره موجوده بره. ده انت يا كابتن حسام واخد 3 فراوده، وانت اصلا رايح مش عامل حسابك انك هتلعب بفيرو. واخدهم ليه؟ ما كنتش خدتهم، او كنت خدت واحد بقى اما تحتاجه ولا اما تتزنق هتلعبه زي ما بيحصل. انما انت واخد 3 والثلاثه مالهمش دور. فموضوع القماشه ده نبعد عنه. احنا الفترة الأخيرة عندنا مشاكل في الكرة المصرية، وعندنا مشاكل في موضوع إن مفيش مواهب زي زمان والكلام ده، ولكن طالع لعيبة كويسة، عندنا منتخب كويس نقدر نلعب بيه. آخر نقطة هتكلم فيها عشان ما اطولش على حضراتكم، مجموعة كأس العالم مجموعة أنا شايفها يعني مش صعبة في المتناول. يعني احنا معانا نيوزيلندا، ومعانا بلجيكا، ومعانا ايران. طبعا بلجيكا هي الاقوى، ولكن لو احنا كويسين نقدر نعمل حاجه. وايران في مستوانا او قريبه مننا، ونيوزيلندا نفس الكلام. يعني نقدر ندخل التاريخ ونصعد يا كابتن حسام لو غيرنا شكلنا، شكل ادائنا او استراتيجيه لعبنا في الملعب باللعيبه. انما انا اشوف تشكيل في حمدي فتحي، وفي رامي ربيعه، وفي ياسر ابراهيم، وفي حسام عبد المجيد، وفي محمد هاني، وفي مروان عطيه، لا، انا نازل، ده انا بقول للحيين والميتين ان انا نازل ادافع، ان انا نازل واخطف واحده. عشان ايه؟ العب مقفل خالص واخطف واحده؟ طب ما هو مش هتخدمنا، مش كل مره تسلم الجرس زي ما بيقولوا. فنتمنى باذن الله يا كابتن حسام معانا فتره مش قليله، فتره كويسه نقدر نعد نفسنا لان احنا نلعب كوره افضل من كده، وعندنا الاسلحه موجوده. باذن الله باذن الله عايزين نشوف منتخب مصر يصعد للدور الثاني في كاس العالم، يبقى حدث تاريخي وهيتحسب لك.
فباذن الله باذن الله كابتن حسام باذن الله تبقى الفتره اللي جايه بتفكير غير التفكير، وباذن الله يصب في مصلحه منتخب مصر، ونشوف منتخب مصر في حته محترمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.